معاكم ام حمزه من يوميات ام العيال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. النهارده هعمل معاكم كده اكل سريع. اول حاجه هعملها معايا في وصفتي النهارده، هعمل السجق البقري اللي هو التخين. هعمله زي بتاع الشارع بالظبط. انا عملته معاكم قبل كده بس كان السجق اللي هو الرفيع. النهارده هعمله معاكم في السجق ده بنفس الطريقه، ان شاء الله هتعجبكم. وهعمل ايه كمان معاكم؟ هعمل سجق اسكندراني وهعمل فراخ بانيه. كل ده هعمله سندوتشات. يلا نبدا ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه معايا هنا انا جبت الطاسه، ما حطيتش فيها اي حاجه خالص، انا حطيتها على النار سخنت شويه. حطيت السجق بتاعي وهفضل اشوح فيه لحد ما لونه يغير. بصوا انا ما حطيتش اي دهون معايا، ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. هو السجق بينزل السمنه بتاعته لان هو فيه دهون. هسيبه لحد لما لونه يغير. بصوا معايا هنا لونه كله غير. هحط بقى ايه عليه. معايا هنا انا بشره بصله صغيره، فلفل اخضر، فلفل احمر، فلفل اصفر، وقرن فلفل حامي. هحطهم على السجق. حطهم. حطيت هنا الخضار اللي انا بتاعي، الفلفل الالوان والبصله. هحط ايه كمان؟ هحط معلقه صلصه، وهحط بابريكا، ملح وفلفل. مش هحط اي حاجه تاني. حطيت بقى هنا معلقه الصلصه وحطيت البابريكا والفلفل الاسمر. ما حطيتش ملح لان لقيته هو ملحه مظبوط، فمش هحط ملح. هعمل ايه دلوقتي؟ على نار هاديه هغطيه وهسيبه يستوي براحته. تعالوا بقى نعمل السجق الاسكندراني. هحتاج هنا بقى ايه للسجق الاسكندراني. معايا هنا حته تومه وحته فلفل احمر مطحون. ده اختياري مش اجباري، يعني ما عندكيش مش عايزه تحطي براحتك يبقى التوم بس. انا هنا بحب طعم التوم مع الفلفل الاحمر المطحون. فهنا حطيت حته توم، يعني 4 فصوص توم، وحطيت يعني معلقه فلفل احمر كبيره. هحمرهم لما توصل للون الذهبي، التوم بتاعي يوصل للون الذهبي. هحط الصلصه بتاعتي. التومه بتاعتي خلاص اتحمرت. هحط الصلصه. انا هعمله بصلصه مش بقوطه. حطيت بقى هنا السجق بتاعي. انا عملته بصلصه، بتبقى طعمها حلو برضو قوي فيه. الصلصه بتبقى حلوه جدا في الاكل برضو، بس بتحتاج ان هي تتساب على النار شويه. كل ما تسيبي الصلصه على النار شويه كل ما طعمها بيبقى احلى وبتديك نتيجه احسن. انا حطيت هنا الصلصه وخفيتها بشويه ميه صغيرين. حطيت السجق وقلبته. وهغطيه شويه لحد ما احس ان الصلصه بتاعتي اتسبكت يعني وتخنت شويه، واحس ان السجق برضو بتاعي خلاص تمام. هحط بقى التوابل بتاعتي اللي هي فلفل اسود، شويه بهارات، والملح، وشويه كمون. بصوا معايا هنا السجق خلاص خلص. بصوا الصلصه تخنت وهو استوى. مش قادره بقى اقول لكم الريحه والطعم يعني تحفه. معايا بقى هنا البانيه. انا طبعا البانيه متبلاه معاكم، هسيب لكم اللينك بتاع تتبيل البانيه في صندوق الوصف. زودت عليه بس ايه، زودت عليه بيضايه. ومعايا كمان هنا حاطه بقسماط، على شويه دقيق، على شويه نشا. حطيت بقى هنا البانيه في الطاسه حمره لحد برضه هيبقى لونه ذهبي حلو. طلعت بقى هنا اول طاسه من البانيه. بصوا لونه ذهبي وحلو قوي ومقرمش وجميل لان النشا بيديله قرمشه حلوه قوي. هكمل بقى بقيه البانيه بنفس الطريقه وارجع لكم. وده شكل سندوتشاتي بعد ما خلصت. السجق الاسكندراني حلو جدا، والسجق التاني جميل وريحته حلوه جدا. دي كانت وصفه النهارده، يا رب تكون عجبتكم. هي وصفه سهله وسريعه وكلنا بنحبها وكلنا بنحب الاكل ده من بره، بس ليه نجيبه من بره؟ ادينا عملنا في البيت ونضيف، انضف طبعا من بره بكتير. يا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش يشترك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.